طاجن اللازانيا باللحمة المفرومة بالموتزاريلا الخطير اللي طعمه زي العسل. تعالوا نشوف عملناه مع بعض ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم قناة يوميات أميرة البنا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طواجن لللازانيا، بس باللحمة المفرومة. احنا كنا عملناها قبل كده مع بعض اللازانيا برضو، بس عملناها بالفراخ وكانت جميلة وتحفة، وحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. النهاردة بقى ان شاء الله هعملها، بس بدل ما في صينية هعملها في برام صغير كده، وان شاء الله طريقتي فيها تعجبك. تمام كده. انا عندي هنا عشان الطاجن عندي صغير، انا عندي هنا ربع لحمة مفرومة، وعندي هنا بصل مفروم، طبعا الكمية على حسب الرغبة، وعندي زيت، وعندي ليا، وعندي هنا البهارات. عندي هنا فلفل اسود، وهنا رشة جوز الطيب، وهنا 7 بهارات. طبعا انا واخده يعني رشة من كل حاجة، انا مش عايزة كتير لانه الكمية عندي ربع. تمام كده. وعندي هنا حبهان بودر، وهنا فلفل ابيض، وهنا ورق لورا مطحون، وهنا فصين توم مفرومين، وملح طبعا حسب الرغبة. وتعالي بقى نروح على البوتاجاز نعمل الاول العصاج بتاع اللازانيا. اجي بقى كده احط الزيت عندي كده اهو، وممكن كمان احط معلقه سمنه بلدي طعمها، بس انا هحط ليا لحد ما الليا تسلي كل الماده الدهنيه اللي فيها، وبعد كده ابتدي انزل بالبصله. طبعا الليا مش عايزه اقولك بتخلي العصاج طعم تاني. بعد ما الليا ساحت كلها اهي، هبتدي بقى انزل بالبصله المفرومه واقلبها كويس كده، واول ما تدبل ارجع لك تاني. بعد ما البصله كده بس لونها بس ابتدى يغير كده، بس هعمل ايه؟ هنزل بفصين الثوم، فصين 2 بس مش اكتر. انا مش عايزه ريحه الثوم تغلب ابدا ابدا على العصاج، انا بس عايزه تست حلو كده من فصين 2 مفيش غيرهم. تمام كده. بعد ما البصله كده اخدت لون حلو، حسبي ما تتحرقش منك وعشان ما تغيرش طعم اللحمه، هنزل بقى كده عليها باللحمه المفرومه عندي كده. بعد ما نزلت كده بقى باللحمه هقلبها كويس قوي كده في البصله. تمام كده. اول بس ما تغير لونها ارجع لك تاني. بعد ما اللحمه كلها كده اهي لونها كله اتغير واندمجت كلها مع البصل والثوم بتاعي، هبتدي بقى انزل عليها كلها كده بالبهارات ديت، واقلبها بقى كويس كده ادمجهم كلهم في بعض. مش هتاخد ثواني على النار ان شاء الله وتكون استوت. وتعالي نعمل مع بعض البشاميل بتاع اللازانيا. انا كده اهو عملت البشاميل بس ما عملتوش معاكي المره دي، هتلاقيه موجود في صندوق الوصف في طريقه عمل اللازانيا بس بالفراخ، عشان الفيديو ما يطولش عليكي. تمام كده. البشاميل بس التكه اللي انا عايزه اقولها لك، لازم يبقى سخن عشان يطري معاكي اللازانيا، لان اللازانيا ما بتبقاش مسلوقه، فلازم يبقى سخن ولازم يبقى سايل كده علشان يطري برضو ايه اللازانيا، سايل وسخن عشان يطري اللازانيا. تعالي بقى هنبدا فيها في البرامات ازاي. انا كده جبت ماده دهنيه زيت او سمنه، وتدهيني كويس قوي كده الطاجن نفسه كده اهيت. تمام كده. والجوانب بتاعته والحواف وكل حاجه. تمام كده. هاجي بقى اول خطوه اعملها عندي هي ايه؟ هحط هنا مقدار من البشاميل في الارضيه عشان يطري اول رقه ليا، وفي نفس الوقت ما يلزقش برضو ويدي طعم. تمام كده اهي. طبعا اللازانيا هنا هبتدي اكسر فيها كده علشان تعمل معايا اول طبقه كده من تحت. تمام كده باينه ان شاء الله باينه. تمام كده. هاجي بقى اعمل ايه؟ اعمل طبقه كويسه كده من المكرونه من تحت. تهيألي كفايه كده. احط بقى عليها كده ايه؟ مقدار من البشاميل واوزعه كده كويس. تشتغلي اهم حاجه والبشاميل سخن كده. تمام كده. هاجي بقى دلوقتي اعمل ايه؟ هاجي بقى دلوقتي كده احط ايه؟ احط رقه من اللحمه. المره دي انا ما عملتهاش فيها صلصه، تغيير يعني، من نوع من انواع التغيير. بس لو انت عايزه تعملي بنفس الطريقه بتاعه الفراخ تمام، برضو الصلصه هتخلي طعمها جميل. تمام كده. وبعد كده برضو احط طبقه بشاميل
تمام كده اهي. هعمل ايه بقى؟ الطاجن بس هيبقى محير معاكي شويه في ان انتي تقصقصي اللازانيا على قده بالظبط، بس بيبقى في الشكل وفي التقديم احلى كتير. اهيت. بعد كده برضو احط البشاميل كده. دلوقتي برضو احط اهي طبقة من اللحمة المفرومة. تمام كده اهي. وبرضو ابتدي احط طبقة تانية من اللازانيا. طبعا دي كده اخر طبقة عندي لان البرام مش هياخد اكتر من كده. هبتدي احط هنا اهي البشاميل كده اهو، يغطيها كده. وكده عملت معاكي اول برام، ودلوقتي هبتدي اعمل البرام التاني بنفس الطريقة بالظبط وارجع لك تاني. انا كده اهو بعد ما عملت الطاجن التاني كمان معايا، دلوقتي انا لازم اسيبها كده على الرخامة لمدة نص ساعة لحد ما طبقات المكرونة عندي بتاعت اللازانيا تطرى شوية قبل ما احطها الفرن. تمام كده. بعد كده هعمل ايه؟ هحطها في الفرن، واول ما تبقى نص سوا كده هبتدي احط كده على الوش ازينها بميكس جبن موتزاريلا على شيدر على جبنة رومي مبشورة، بس لما تاخد نص سوا. والا لو حطيتها من دلوقتي كده لما ادخلها الفرن هتاخد هي اللون من قبل ما البرام نفسه يستوى، فما ينفعش احطها من دلوقتي. تمام. اول ما تبقى نص سوا واجي احط عليها ميكس الجبن هرجع لك اوريكي الخطوه دي معايا. بعد ما الطواجن بتاعتي في الفرن اخدت نص سوا طلعتها، وبعد كده رشيت عليها ميكس الجبن والموتزاريلا. تمام كده. وبعد قبل ما اطلعها خالص بقى شغلت الشوايه تاخد اللون الحلو ده. بصوا بقى كده اهي، بصوا كده جمالها كده، بصوا الموتزاريلا وحلاوتها كده. ما تتاكلش غير سخنه كده، نصيحتي ما تتاكلش غير سخنه كده عشان تحسي بحلاوتها. اتمنى بقى عندي النهارده لو اللازانيا بتاعتي باللحمه المفرومه عجبتك تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفك في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.